بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهاردة عن الداتابيز مانجمنت. الداتابيز مانجمنت سيستم اللي بيترمز لها ب DBMS، ده اختصار الداتابيز مانجمنت سيستم DBMS. Database Management System is computer software that manage databases. Database management system may use any of a variety of database models زي ايه such as network or relational model. A database management system in larger system, a database management system allow user and other software to store and retrieve data in a structured way. The importance of information. The information about each of these areas have an impact on the type and the amount of care given. The information must be يعني يجب أن تكون accurate, timely, accessible, understandable. يبقى لازم عندنا هتبقى الأربع حاجات دي. لو أنا عايزة أقول إيه what is the 5 rights of information، هنقول ال information has 5 rights. right to information, right person, right time, right place, and right amount. What is the data? The data is a unit of information. Data can be text or numeric أو التكست and numeric، يعني ممكن تبقى عبارة عن كتابة من كلمات وأرقام أو الاتنين مع بعض. Examples: التكست name of a person. جيهان is it a text أو ده اسم شخص. numeric زي ال age of a person 21 أو alpha numeric NQID، ممكن يبقى mix between الحروف نفسها والكلمات زي K2ANANDR. What is the information؟ احنا عرفنا الأول إن إيه هي الداتا، وقلنا اللي هي unit of إيه information. طب إيه هي بقى الانفورميشن؟ الانفورميشن is a collection or group of relevant data، لأن أنا بكون الانفورميشن من إيه؟ من الداتا. داتا يعني بيانات، باخد أرقام، باخد كلمات، بكون منها معلومة اللي هي الانفورميشن. For example information about student، ممكن نقول حلوان يونيفرسيتي. الامبلوييه نقول جنرال موتورز. انفنتوري yahoo.com. يبقى أنا عندي هنا إن الانفورميشن بجمع collection or group of data. The goals for today for the information and the database. Goal for today: describe why database have become so important to modern organization. Describe what database and database management system are and how they work. لازم ابقى عارف ان يوجد عندي لازم database عشان اي modern organization very very important have database. كذلك الداتابيز هنا عندي ان بتقول لي الشغل ده بيشتغل ازاي، لان انا بحط فيها كل الايه البيانات الخاصة بالاورجانيزيشن. برضو عندي الجول فور today: explain the 4 emerging database trends. رقم 1 اللي هو الكلاينت او البيشنت
سيرفر كومبيوتنج، لازم كل حاجة خاصة بالمستفيد بتاعي او الستيك هولدرز بتوعي اللي هو البيشنت والنفس الاشخاص النيرسز تبقى سيرفر كومبيوتنج، تبقى مخزنة في الكمبيوتر. نمبر 2 عشان الاوبجكت اورينتد داتابيز، يبقى عارفين احنا كلنا اورينتد بكل قاعدة البيانات بتاعتنا. داتا مينينج اند انتجريتنج الويب ابلكيشن، يبقى عندي 4 حاجات بستخدمهم في الترند النهارده، ان المستفيد كذلك الاوبجكت الداتا اللي عندي كل ده يبقى انتجريتد مع بعض في الويب ابلكيشن. هاو داتا از اورجانيزد، ازاي بقى انا ابدا اعمل اورجانيز انظمها. الداتا از اورجانيزد ان ذا فورم اوف تيبل، اي داتا بدخلها على الاكسس لازم تبقى على شكل تيبل. table are building block of database، اختصار دي بي زي ما احنا قلنا قبل كده database. الرو عندي equal records، column equal field، لان احنا عندنا التيبل بيتكون من رو وكولوم. الرو تعتبر هي الريكوردز اللي انا هسجل فيها، الكولوم هتعتبر هي الفيلد المجالات بتاعتي. يبقى الرو and الكولوم interesting for الداتا بتاعتي، يبقى ده كله بيبقى انترسكت للايه الداتا، ان انا بحطها وانظمها في شكل رو اند كولوم. database define database is a collection of related data organized in a way that facilitates data search. What are some example of database؟ هنقول الاكزامبل بتاعتنا نعيد تاني، نقول definition بتاع database. Database is a collection of related data organized in a way that facilitates data search. ايه بقى هي الامثلة اللي احنا ممكن نشوفها كداتابيز، وهو اكبر مثال اللي هو الاكسس. الداتابيز is an integrated collection of logically rated records or files. Database consulted record previously stored in separate files into a common pool of data records that provides the data for many applications. الداتا دي كلها لازم انظمها واجمعها واضعها في ريكورد اور فايل علشان في الاخر تديني داتا ريكورد اللي بروفايد الداتا عندي في كل شيء في الابليكيشن بتاعي بتاع المؤسسة. عندنا الاكزامبل فور داتابيز زي ما احنا قلنا، داتابيز اختصار دي بي. طب انا عندي هنا قلنا ان هي بتعتبر زي شكل التيبل، عبارة عن رو وعبارة عن كولوم. عندي ادي شكل الرو بتاعي وادي شكل الكولوم بتاعي. عندنا الجدول هنا فيه النيم والايج والسكس وجي او بي. جي او بي يعني اختصار للديت اوف بيرث. عندي شكل الرو الاولاني اللي هو بيديني الاسامي والايج وما كل ما يدل على الاسم والسن والعمر والداتابيس بتاعته او الديت اوف بيرث بتاعه. ما ننساش ان احنا عندنا الداتابيس هنا قلنا ان لازم فيه ريكوردز، لازم فيه فيلدز، ولازم تيبل. هنمثل ان احنا عندنا الداتابيس عبارة عن الشهر، الادراك بتاعتي اللي هي الريكوردز بتاعتي او الفايلز بتاعتي لازم تكون موجودة هنا. التيبل نفسها اللي هو كل ما يحيط بالداتابيس هي دي التيبل بتاعتي اللي انا بستخدمها. database contains the following، هي بتتكون من ايه الداتابيس؟ من التيبل زي ما احنا قلنا. how entities are represented in a database، ايه اللي انا اقدر احطه في الداتابيس؟ where each row is a record and the column is a field. دي احنا قلناها من شوية ان انا عندي التيبل، في عندي الريكورد اللي هي الرو، وعندي الفيلد اللي هي الكولوم.
يبقى الداتابيز عبارة عن تيبل كونتين الريكورد اللي هي الايه، برافو عليك، الرو. طيب وكونتين الايه، الكولوم اللي هي الايه، الفيلد. عندي الفيلد تعتبر هي ايه، individual pieces of information. فيلد اللي هي بيانات صغيرة كده او معلومات صغيرة تبين لي، او جزيئات من المعلومات individual لكل حاجة مكتوبة عندي في الفيلد نفسها. احنا قلنا الفيلد عبارة عن ايه، عبارة عن الكولوم، والريكورد عبارة عن ايه، عبارة عن الرو. يبقى عندي الريكورد correct of related field within one entry، هي خانة واحدة اللي انا ببدأ احط فيها الانتري. دخل داتا انتري، بدخل بيانات ادخال، انتري يعني ادخال. قبل ما استخدم الكمبيوتر لازم ان انا ابقى عارف ان انا هبدأ ان انا احط قاعدة البيانات عبارة عن داتابيز، والداتابيز دي عبارة عن فيلد وعبارة عن ريكوردز. وقلنا ان الريكورد دي عبارة عن الرو، وان الفيلد اللي هي الكولوم. طب الداتا، ان انا اخزن الداتا دي في ايه، لازم ان انا احطها في ايه او اخزنها في ايه، اخزنها في ايه، اخزنها في كتاب. تمام. ممكن ان انا اخزنها في ايه كمان يا ولاد، في كارد فايل. ممكن اخزنها يا اما في بوكس، يا اما في كارد فايلز، يا اما في فولدر. برافو عليكم، اخزنها في فولدرات تبقى عندي، يا اما في ايه، يا اما في فايلز للبيشنت. لان كل الداتابيز اللي عندي، لو انا عندي كمبيوتر قبل ما استخدم الكمبيوتر لازم يبقى عندي بوك، عندي كارد فايل، عندي فولدر، عندي فايل عشان اخزن فيه كل، اعمل ستورج وداتا انتري لكل البيانات اللي انا عايز تبقى متخزنة عندي. يبقى الداتا بيز ستورد ان بوكس، برافو، كارد فايل، برافو، فولدرز، تمام، فايل. يبقى هما دول 4 حاجات اللي انا اخزن بيها الداتا بيز. فالداتابيز مانجمنت سيستم هنا سوفت وير ابلكيشن which allow to you create وstore organize and retrieve data from a single database or many database. واحنا قلنا قبل كده اكتر اكزامبل ان انا بستخدمه اللي هو الاكسس، اللي هو الايه، الاكسس. يبقى عندي المانجمنت سيستم اللي انا بستخدمه اختصار MS يعني مانجمنت سيستم، اللي هو الاكسس. بعمل فيها داتا انتري، بدخل فيها الايه، البيانات. something you collected data about the people or الكلاسز نفسها. يبقى عندي الداتابيز مانجمنت سيستم عبارة عن ان انا بعمل كرييت وستوريز واورجنايز لكل الداتا دي، وبعمل بدخلها. يبقى هنا هي بعمل ستورج لايه، للداتا. عندي الداتا بيز ايشو اند اكتيفيتيز، داتا اند كيورينج الداتا انتري، بدخل داتا وبستدعي الايه، الداتا. يبقى الداتا عندي هنا يا اما انتري اند كيورينج الداتا، بدخلها في صورة زي ما احنا قلنا عن طريق الرو، عن طريق الايه، الكولوم. كرييتنج الداتابيز ريبورت، ببدأ ان انا ادخل الداتا انتري والكويرنج بتاعها. كويرنج ان انا بديها كده ايديهات، بحط لها ارقام، يعني بدخل داتا انتري بكويرنج، كويرنج الداتا دي. يعني مثلا بدي افريج، لو انا عايز للسن مش هقعد اكتب سنه واثنين وثلاثه واربعه، لا، ده انا هقول مثلا الافريج هيبقى من سن سنه لسن 10 سنين. هنا دي بعملها كويرنج، يبقى هنا بعملها حزم. تمام. داتا ستراكشر، يبقى عندي الداتا ايشو اند اكتيفيتي، يا اما داتا انتري اند كويرنج الداتا، كرييتنج للداتابيز ريبورت. داتا ستراكشر او الداتا تايب، لازم يبقى عارف نوع الداتا اللي انا بدخلها ايه، لان انا بدل ممكن ما ادخل الاسم او السن او العنوان، دي داتا، دي كلها داتا. فالداتا انتري هنا
بيبقى البروسيس اوف جيتنج انفورميشن انتو ا داتابيز، بحطها هنا، بحطها في شكل داتابيز. possible method of data entry، data entry professional electronic file او الهيستوريكال ريكوردز or web based form على شكل الايه الويب. يبقى هنا الداتا انتري. طب الكيورنج الداتا بتاعتي دي بعملها ازاي او بدخلها في شكل ايه؟ زي ما احنا قلنا في شكل حزم، عندي اعمار بدخلها، عندي ديزيزز معينة، عندي مجموعة ناس مشتركين في حاجة معينة، ابدأ ان انا اعمل كيورنج ل او كويرنج للداتا بتاعتي. how we get information from a database، ازاي ان انا استدعي الانفورميشن. طبعا لازم يبقى عندي اللانجوج محدده، يا اما عربي يا اما انجليزي، فستراكشرد كيورنج لانجوج اللي هي اختصار SQL. لازم ابقى عارف اللغه اللي انا هدخل بيها الداتا. وعندي الموست كومن language used to interface with the database. يبقى هنا اللانجوج الموست كومن اللي انا بقدر استخدمها كانترفيس، تفاعل بين شخص واخر. احنا فين ان اللغه مهمه جدا عشان الكوميونيكيشن، وكل البيانات اللي احنا بنعملها دي اصلا خاصه ده كوميونيكيشن. يبقى عندي الكيورنج الداتا، ان انا ابدا ان انا احدد الداتا عندي، وابدا ان انا اشوف اذا كان ازاي ان انا احطها، هاو الداتا الانتري اللي موجوده، هحطها في صوره ارقام، هحطها في صوره ايديهات، هحطها في صوره اي اكزامبل بقى من اللي احنا شايفينه ده. سيلكت distinct رو ستودنت الاي دي يعني او الجريد بتاعته، السنه بتاعته فروم الجريدز، ممكن اقول جريد A وجريد B جريد C. يبقى انا بقسم هنا الداتا بتاعتي الاوردر باي ستودنت الاي ديات بتاعته، ممكن اكوردنج زي ما احنا قلنا حطينا الاي ديات بتاعتكم مثلا الايميلز، وحطينا الباسورد اللي هو الرقم القومي. يبقى هنا احنا عملنا كيورنج، حددنا كلنا الداتا بتاعتنا دخلت في شكل ايه. ممكن اخلي زي ما احنا كده عملنا البيانات بتاعتنا ما كملناها في الداتابيز بتاعتنا على الويب. قال لنا السن من كام لكام؟ قلنا من 18 24. انت في اني كونتري؟ احنا في ايجيبت، وهكذا. عندنا المايكروسوفت او الاكسس بتاعنا هنا. بصوا شايفين ادي السلكت كويري زي ما احنا شايفين مثلا فوق هنا على الناحية الشمال فوق اليير والترم والتيكت والفايل سم. شايفين دي كده دي كيورنج. هنا كيورنج حطيناها ايه؟ حزم. شايفين احنا عندنا سهمين وحاجات كده بتطلع وتنزل معانا لو احنا عايزين نطلع نشوف اللي بعدها ايه بالنسبة للداتا اللي احنا حاطينها. كذلك تحت عندي الفيلد وعندي التيبل وعندي السورت وعندي الشو وعندي الكريتيريا على الناحية برضو الشمال، ومفتوح فيها بقى خانات. ده اسمه اكسس اللي احنا شايفينه ده، معناه ده ملف اكسس. باجي اعمل داتا انتري للاكسس، اغذيه بالبيانات. ببدأ ان انا اقول عندي اليير من سنة كام لكام، من 1980 ل 1985. بحددها هنا عندي في الداتا في القاعدة اللي انا بحطها عشان ما الناس كلها تملى according to الداتا اللي عندي. تمام. عندي الترم فيرست ترم وسكند ترم بقسمها، التيكت بتاعهم، الملف بتاعهم، الكريتيريا بتاعتها. والحاجة بقى بصوا في عندنا مربعات اهو، 6 مربعات صغيرين في المساحة الصفرة دي. في عندي 4 مربعات فاضيين وواحدة معمولة تشيك، لان هي دي اللي مليانة، هي دي اللي فيها الكتابة. تمام. لكن الباقي بيبقى فارغ او لسه هيتملى في الداتا. احنا مالين كولوم واحد بكام رو هنا؟ 2 4 رو. تمام. داتا ستراكشر كونتينيو. احنا شفنا بقى بعد ما بنينا الستودنت نفسهم بالايديهات بتاعتهم، باللاست نيم، بالفيرست نيم، بقى كل ده الانستراكتور نفسهم مليناهم بفيرست نيم برضه والفون نمبر والكلام ده كله. عندنا تحت في الجريدز اللي واصله للستودنت. تمام. في عندنا الكلاسز، السكاشن في الستودنت، كل واحد من ده تيبل.
كل واحد من ده فيلد اللي هو الكولوم، كل واحد من التيبل ده فيه رو اللي هو الريكوردز. كل ده ما ببدأ اجمعه زي ما الشريحة اللي احنا شفناها الاولانية، عندي الاكسس شيت عبارة عن تيبلز، كل تيبل ليه جزء، وببدأ ان انا اخزنه بحيث ادي الافريج بتاعه. في عندي الداتا طيب بقى اللي انا ممكن استخدمها في الداتا بتاعتي. في يبقى عندنا هنا الكويرنج زي ما احنا قلنا، او الكويرنج ان احنا بنشوف قاعدة البيانات دي وبنشوف الداتا بتاعتنا دخلت على صورة ايه. في الداتا type each field in the data need to be of a certain type. زي ما احنا قلنا الاكزامبل بتاعنا يا تكست يا نمبر يا ديت. في داتا ديكشنري كمان، في دوكيمنت عندي بكتبه عشان لو انا عايز بعمل publish للاونلاين prepared by the database designer to aid user in data entry. يبقى عندي داتا تايب زي ما احنا قلنا قبل كده، يا اما نيوميريكال او نمبر او تكست او الاتنين مع بعض بتكون لي التايب اوف داتا. في عندي هنا الداتابيز هاز تو بارت، يا اما داتا يا اما داتا ستراكشر. الداتا ستراكشر هاو ذا داتا از اورجانيزد، اكونها ازاي او اعمل الستراكشر بتاعها ازاي. داتا موديل representative of entries and their relationship to the real world. نعمل هنا correlation between الداتا بتاعتي، مقارنة او علاقة، اذا اشوف علاقة بين حاجة وحاجة، زي الداتا مثلا بتاعت بين مصر مثلا احصائياتها في الهيباتيتس سي مع امريكا. انا ممكن هنا ابدا اعمل structure بتاعي، ادخل الداتا بتاعت مصر ودخل الداتا بتاعت امريكا، وابدا اعمل الستراكشر بتاعها وابدا اعمل لها اورجنايزنج واشوف العلاقات منها، لان كل الداتا اللي انا بدخلها دي ممكن استدعيها في شكل ايه؟ برافو عليك، ريبورتس. البرايمري كي ان كيو ايدنتيفاير ان داتابيز 1 اور مور فيلد. ان انا هنا ببدا احط بقى كل ايدنتيفاير واحد هيخش على الداتابيز له اي دي وباسورد. الالكترونيك ميثود اوف اكسس اند ذا ماستر بيشنت اندكس. خلي بالنا احنا دخلنا في موضوع تاني خاص برضو بالداتابيز. اول عرفنا يعني ايه داتا، يعني ايه انفورميشن، يعني ايه الداتا ومكوناتها والتايب بتاعها، يا اما بشكل التكست يا اما بشكل النيوميريكال او نمبر او شكل التكست مع النمبر الاتنين مع بعض. يبقى انا هنا بدخل داتا عشان في الاخر ابدا ان انا اعمل داتابيز. بعمل داتابيز عباره عن تيبلز ده كل تيبل خاص بالجزء بتاع الداتا انتري اللي انا بدخلها. ببدا اعمل كيورنج للداتا. تمام. بعد كده بقى انا عايز استخدم الكلام اللي انا بعمله ده كداتابيز في البيشنت اندكس. ابدا ان انا بقى انظم البيشنت عندي. يبقى electronic method of access and the master database for the patient index. ماستر يعني حاجة أساسية. داتا بروسيس. احنا هنا بنبدأ نشوف الاستورج بقى بتاعنا، فبنحطها في صورة ايه؟ بوزيشن او صورة الداتا نفسها، اني مش عايزها تبقى مجرد اكسس موجود او داتا موجودة. الداتا عندي هنا لازم ان انا ابدا ان انا احطها حسب البرايورتيز بتاعتها. تمام. فبالتالي هنا which store data form multiple system and allow user based on security و clearance to the access the data. هنا في السيستم بقى بشوف الداتا عندي الستوريز اللي انا عملته في الداتا ده، هل في مالتيبل سيستم في كذا جزء انا ممكن استخدمه، ولا الاكسس عندي هنا ان انا ممكن استدعي البيانات الخاصه بالبيشنت. لكن انا عايز الداتا تبقى مالتيبل سيستم. ليه؟ عشان انا بقى هدخل كل بيانات الانديفيدوال بيشنت، وبعد كده احط ريبورت ان انا عايز كل البيشنت مثلا عندهم هيباتايتس، يقوم مطلع لي المالتيبل بقى
حاجات ايه مزدوجة او حاجات متكونة مع حاجات تانية. في عندي النتورك which link computer with link computer within the same general physical area and wide area network which create link over large geographic areas. يبقى انا عندي هنا النتورك، هنا دي عبارة عن شبكة بتتصل ببعضها. دي في الاورجانيزيشن بيبقى في نتورك متصل كل الاجهزة بتاعة المؤسسة في كل ديبارتمنت بجهاز، اي داتا تخش في اي ديبارتمنت تبقى على السيستم بتاع الايه الاورجانيزيشن. community health information network which are clinical messaging network that provide patient data from multiple sites across defined geographical area. هنا برضو بعمل اتصالات عن طريق الشبكة، ان كل ما يخص الكوميونتي ممكن يبقى representative او موجود في الداتابيس بتاعتي. ماستر بيشنت اندكس بيرمز لها بالرمز MPIS. MPIS Master Patient Index which is a cross referencing mechanism for identification and the access of patient data from multiple sources. ماشي، يبقى عندي هنا الريفرنس اللي انا برجع لها لما ببقى عايز اعرف اي داتا عن اي بيشنت. يبقى الماستر بيشنت اندكس بيترمز ليها برمز MPIS which is a cross referencing يعني مرجعية mechanism for identification and the access of patient data from multiple sources. It supports the healthcare organization with multiple and changing sources of patient identification and registration. ده بالنسبة للماستر بيشنت اندكس. common objective for MPI include، يعني ايه MPI؟ برافو عليكم، ماستر بيشنت اندكس. هنبقى مع بعض كده سريعا. common objective بتاعتها providing a fast reliable through enterprise wide patient search capability. ده number 1. number 2 assessing in the prevention of duplicate patient entry in a network. تمام، دي number 1 ونمبر 2. number C أو 3 detecting duplicate patient entries and providing facilitate for review and correction of this expectation. accepting registration case and number input from multiple sources. رقم 4. رقم 5 cross referencing entries from multiple data sources. storing the patient demographics, insurance and other data. providing a source for a network-wide incubation identifiers. كل ده common objective أنا ليه بستخدمها؟ تمام، نخش بقى على حاجة مهمة جدا جدا. الشريحة اللي قدامكم دي تتحفظ زي ما اسمكم محفوظ بالظبط. أنا بعمل داتا بيز. إيه الستيب باي ستيب جايد تو يوزنج الداتابيز؟ تمام، عندي داتابيز وعايز اشوف بقى ايه الجايد لاين بتاعتي ستيب باي ستيب عشان ابدا اعمل داتابيز مش هستخدمها. عندنا 8 خطوات. الخطوات دي زي ما مكتوبين بالترتيب، لما بيجوا في الامتحان ونسينا خطوة نسيبها فاضية، لان احنا لو الخطوة كتبناها اللي احنا فاكرينه على حسب اي خطوة يبقى هنا درجة مش هناخدها. لكن لو كتبناها ستيب باي ستيب، لان دي ستيب باي ستيب واحدة ورا التانية. طب انا نسيت رقم 4 اسيبها فاضية، رقم 6 اسيبها فاضية. يبقى لازم افتكر ان انا احفظ الرقم مع الخطوة. احفظ الرقم مع الخطوة. نمبر 1 records and currents and key. احنا شرحنا قبل كده، قلنا نعمل الريكورد داتا انتري في التيبل وفي الفيلد and curing and keys. الكي اللي هو الاي دي والباسورد. نمبر 2
creating your first database. Number 3 الداتا entry design. Number 4 streamlining data entry. Number 5 getting information out. Number 6 exploring querying type. Number 7 parameters querying. Number 8 parameter querying with the custom dialog. نقولهم تاني مع بعض. Number 1 records and querying and key. Number 2 creating your first database. Number 3 data entry design. Number 4 streaming data entry. Number 5 getting information out. Number 6 exploring querying types. Number 7 parameters queries. Number 8 parameter querying with customer dialog. يبقى دول 8 خطوات اللي مهمين. اللي جاي كله بقى ده ليكوا انتوا للمعرفة. احنا اخدنا ال8 خطوات. اول خطوة هنا شايفين الريكورد اند كيورنج اند كي. ادي الشكل الريكورد بتاعتي. list of titles. عندي فيديو تايتل مثلا، عندي دايركشن بتاع حدا، ايا كان اي داتا بعملها على شكل ايه؟ برافو عليكم، شكل تيبل في رو وفي ايه؟ برافو عليكم كولوم. الرو عبارة عن ايه يا اولاد؟ برافو عليكم. طب الكولوم عبارة عن ايه؟ برافو عليكم. واللي مش عارف يرجع لأول المحاضرة ويعرف الرو عبارة عن ريكورد، وان الكولوم عبارة عن فيلد. برافو عليكم. يبقى عندي هنا في عندي الريكورد اند كيورنج اند الكي. ده الشكل بتاعها اللي كل واحد بيبقى بيخش بقى بالايه؟ الارقام او الحاجات بتاعتها. نمبر 2 يبقى نمبر 1 record and querying and الكي. نمبر 2 creating your first database. بعد بقى ما بنبتدي زي ما احنا شفنا بندخل داتا انتري، بندخل الكويرنج نفسها، نبقى نعمل اول حاجه في الداتا بيز، ندخل الداتا بتاعتنا. احنا مش مطلوب مننا ان احنا نعمل داتا بيز، احنا مطلوب مننا نعرف ان في حاجه اسمها داتا بيز، وان الداتا بيز دي عباره عن ان انا بدخل داتا انتري وكيورنج للداتا دي according to الداتا نفسها، بقسمها شرايح وارقام وحزم. كل حاجه بيبقى لو احنا شايفين هنا في مربع وهنا في مربع، مربع ده فيه كذا، مربع ده فيه كذا. ده اللي مطلوب ان احنا نعرفه من الداتابيز. لكن مطلوب ان احنا نحفظ الستيب باي ستيب جايد تو يوزنج الداتابيز اللي هم كام خطوة؟ 8 ستيبس. نمبر 3 الداتا انتري ديزاين، وده الداتا انتري واحنا بندخلها تبقى بالشكل اللي احنا شايفينه قصادنا ده. تمام؟ دي نمبر 3 داتا انتري ديزاين. نمبر 4 ستريملينج الداتا انتري بقى، اعمل سيلكشن زي ما احنا كنا بنيجي زي ما انتوا كنتوا بتيجوا تملوا البيانات في الويب بتاعنا بتاع الموبايل ليرنينج، بنبدأ نختار سيلكشن. هو اصلا مدخل الداتا عنده. تمام؟ بعمل ستريملينج ليها بقى، عايز اعرف ايه ال اس دبليو، الكيو مش عارف ايه، ال اي ايه، وهكذا. يبقى انا هنا مجرد بفتح على الجزء اللي اوريدي ايه؟ ستورد، اللي اوريدي متخزن. getting information out دي نمبر ايه؟ 4 ولا 5؟ برافو عليكم، نمبر 5 getting information out. يعني لما نقول true or false getting information out is the fourth step of guide to using the database. true or false؟ false، لان it is number 5. تمام؟ يبقى ده عندي هنا الايه؟ الجيتنج اللي هي نمبر 5. طيب نمبر 6 بقى اكسبلورنج الكيورنج تايب. نشوف بقى الاكسبلورنج، نكتشف بقى العلاقات بين هنا وبين هنا وبين هنا، بين انواع الكيورنج اللي عندي. واحنا شايفين كل ما بندخل حاجه عندنا 3 كولوم في علامه صح موجوده، ان في داتا انتري موجوده. نمبر 7 بارامتر كيورنج. هنا بارامتر بقى بتاعتهم في علاقة بين الايدج والديزيز، في علاقة بين السمنة وبين
مثلا الايدج بتاع الفيميلز، لا ده الفيميلز فيه هرمونز عالية، فبالتالي بتدي بارامترز كويرنج، دي بنبدأ ان احنا نحطها في الداتابيز. طبعا احنا مش متخصصين في وضع الداتابيز، لكن احنا لازم يبقى عندنا معلومة ايه هي الداتابيز.